جاو بناو ملعب ديال طنجة كلشي فرح، رغم انه ما جاش في الوقت ديالو، الوقت اللي كانت الجماهير في طنجة كتطلع للملعب تمرشان وما كتجبرش الورقه، جاو مور داك الحقبه هذيك وبناو ملعب هنايا، كاملين بينا فرحنا ملعب هنايا، ولكن بعد اكتشفنا بانه هو ملعب لمحاربه بطاله الداخل بمدينه طنجة. اللي ما كيجيبوش الفريق ديال اتحاد طنجة او المنتخب المغربي او منتخب الشمال او المغرب التطواني البطل المغرب يلعب في هذا الملعب، كيجيبوا فريق جا في حفل الافتتاح وغيجي دابا وغيجي في مناسبات قادمه نظرا للوبي اللي عنده في الجامعه الملكيه واللوبي اللي عنده في وزاره الشباب والرياضه، لانه هو كيبقى فريق سيادي، فريق واحد في المغرب، ما كندخلوش في هذا الشيء هذا، الفرق الكامله كينظمها الطاهر ديال 58 خرج بيضاء. الله يرحم الوالدين كلنا نسعى ورضا ولا باب الواقفين الروبيات ولا تيسع، الله يرحم الوالدين كلنا نسعى ورضا عنصريين. وهنايا غنفتحوا واحد القوس غير باش نعرفوا العنصريه شنو هي. العنصريه هو تجي مضرب بيضه ومن الفرش وتهجم عليا في هذه المدينه وتعمل لي هيدا وتجيب بلاصتي. هذه اكبر عنصريه، هذه اكبر عنصريه. باش ناكد كلام الاخ، هذه سياسه معمقه باش يبقى الشباب الطنجي المغلوب على امره، شبر الحيوط كيف تشرب بابيلات وكيف تشرب فتيوتات وكيف تشرب بينو وكيف يسرق الكاميرا من الدار، كيف يخرج بوطه وكدري يخلي خوتو ينعسوا على الارض، هو ضحيه الرياضه والمسؤولين الرياضيين في هذه المدينه كاملين. هذه المؤامره هذه هي خطيره جدا، اكثر من الافتتاح واكثر من اي حاجه اللي يمكن لا توقع هنايا. اولا المغرب على حسب اللي كيقولوا هما وكيروجوا